السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا البنات اليوم ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم التطبيق هذا. هي الصراحه ما غندير لكمش في الجلابه نفسها اللي شفتوا، ولكن راه نفس الورده هي اللي درت لكم في التويب هذا، نفس الطرف ديال ديك الجلابه اللي كنت فايت لي درت معكم التطبيق ديال دوك الوريدات الدائريين ديال التركي. مهم دابا اليوم ان شاء الله غادي نحاول انني ندير لكم التطبيق ديال هاد الوريده هذه اللي كنا فايتين راشمينها في لي فيديو اللي سابقين. مهم كيف كتشوفوا هنا عندي الحرير مبروم على جوج شعرات ياك البنات. كنجيو تقريبا للمنتصف ديال الورقه، نحاولوا ما امكن المنتصف تقريبا. كنحاولوا نثبتوا الحرير بلا ما نديروا البنات العقادي ولا شي حاجه، حاولوا ما امكن نتفاداو العقيدات. هنايا كيف كتشوفوا الحرير مبروم على جوج شعرات. غادي نحاولوا ان شاء الله نبداو الخدمه. شوفوا انا غادي نوريكم واحد الطريقه، مثلا عندي سواء كانت جلابه او شي طريف ديال الثوب او لكم تيديروا نجيني باش كنخدموا. غادي نحاول نوريكم واحد الطريقه كنديرها، غتحاول زعما غادي تساعدكم باش انكم تخدموا بواحد الطريقه سهله ان شاء الله. انا غادي نحاول نثبتهم بهاد الطروفه اللي شايطين في الجناب ديال المرمى. غادي نحاول انني نقبطهم مزيان بالابره. ها انتم كنبدا نلويهم غير بواحد الطريقه خفيفه، ما نحاولش زعما نتفتو ولا شي حاجه، وكنحاول نثبتهم بواحد البانكا اولا بواحد الابره باش الخدمه ديالي كتجيني ساهله بلا ما كيدورونجيوني دوك الطروفه ديال الثوب. هاد الطريقه يا البنات ديروها سواء كانت جلابه عندنا مخدومه اولا شي كميم هكا تيبداو دوك الطروفه كيدورونجيونا اولا. المهم هاد الطريقه كتبان لي عمليه، قلت نشاركها معكم ان شاء الله. نرجعوا لكلامنا اللي قلنا في الاول. ثبتنا الحرير في نفس في النص ديال الوريده، وكنلوي الحرير بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا معايا. كندوروا الجهه اليسريه وكنلوي بحال اللي غنديروا واحد الفويطه، شفتوا معايا، وكنضربوا في الراس. كنديروا الابره في الراس ديال ديك الورقه. صافي البنات انتم كتكون ليا واحد الغرزه في النهايه ديالها كاينه بحال فويطه او عقده فرنسيه. كنهبطوا على هاد الخدمه اللي درنا في المنتصف ديال ديك الورقه. كنهبط غير واحد شي شويه، يعني كنقرب الغرزات ديالي وكنعاود من وجديد كنلوي الابره على الحرير اللي مبروم عندي دائما على جوج شعرات، وكنعاود نفس العمليه. يعني دائما تكون عندي واحد الغرزه في الاخر ديالها كتكون بحال شكل ديال الفويطه اولا بحال عقده فرنسيه، وكنرجع الابره في نفس المكان. لاحظتوا معايا الا شفتوا معايا داك الغرزه اللي ضربنا في الراس ديال الورقه كيتسمى الراس ديالها. من بعد شنو كنبدا نخدم البنات، كنهبط من تحت منها بغريزه. المهم كيكونوا متقاربين، وكنبدا مره نخدم على الجهه اليمنيه ديال ديك الورقه، المره الجهه اليسريه، مره اليمنيه، وحنا غاديين باش كتجي الورقه ديالنا مخدومه على حقها وطريقها، كتكون متساويه ديك الورقه. يعني كتجيني ورقه هي هذيك كما قلت لكم. الغريزه هذه في الاخر ديالها تتكون بحال شكل ديال عقده فرنسيه، كتعطي واحد المنظر زويون للوريده. المهم كما قلت لكم كنخرج الابره، مره نضرب في الجهه اليسريه مره اليمنيه. ها انتم كنهبط شي شويه على الخدمه الاولانيه اللي درنا وكنخرجوا الابره، ومره نضربوا في هذه الجهه اللي مواليه اليسار. ها انتم كندور الابره على الحرير وكان بحال كنشكل واحد عقده فرنسيه، وكنضربوا في الطراساج ديال الورقه عاوتاني في نفس المكان كيكون مشترك عندهم. شفتوا البنات هنا هذه النقطه هذه كتكون مشتركه ما بين دوك جوج الغرزات اللي كنديروا اولا جوج دوك العريشات اللي كنديروا في جناب الورقات، كيكونوا في نفس المكان كيتشاركوا فيه. صافي البنات ماشي نهبطوا نديروا الجهه اليمنيه ونعاودوا نهبطوا بغرزه ونديروا الجهه اليسريه، لا، كنشركوهم في نفس المكان عاوتاني ونهبطوا. شفتوا معايا هانتوما كنهبطوا في الوسط ديال الورقه بغريزه تقريبا كتكون صغيره، وكنلوي عاوتاني الابره ديالي على الحرير وكنخدم الجهه اليسريه. هانتوما دابا هاد النقطه كتكون مشتركه بيناتهم. انا غنخرج الابره في نفس المكان وكنخدم الجهه اليمنيه هكذا يا البنات حتى كنكمل هاد الورقه ديالي كامله. ما نزيروش يدينا، ما نرخفوش يدينا. وحاجه واحده اخرى غادي نقولها لكم باش تردوا البال البنات. شوفوا معايا انا هنا فاش دورت الابره، فاش دورت الحرير على صبعي، شوفوا معايا كنجر واحد الجره ياك، عاد كنهبط الابره من التحت. صافي ها انتم شوفوا نعاود نقول لكم، ها انتم كنلوي الابره على الحرير بهذه الطريقه، شوفوا، وكنجر واحد الجره داك الحرير، شوف كنجروه شويه وعاد كنتمو مهبطه الابره ديالي. علاش البنات؟ لان
الا ما ريقلتش ديك الجره اللي كندير هكايا للحرير، شنو كنديروا؟ كتشكل لي واحد عقده فرنسيه، ولكن الحيط يبقى مرخف عندي، ممكن تكون فيه 6 سنتيم كيبقى مرخف هكا على الورقه. ولكن انا لا، بغيت الخدمه ديالي تجي مسرحه وتجي الغريزه هي هذيك، يعني مسطحه هكذايا على الورقه. داكشي باش كنجر ديك الجره. وهذيك الجره يا البنات راه ما على حسب الخدمه والمواظبه ديالكم على الخدمه باش تعرفوا القياس. مره كمبتدئات مره غتبان لكم الورقه مرخفه، مره غتكون مزيره اكثر من القياس، ولكن مع المده غنعرفوا الطريقه باش كنجروا، يعني غير القياس. شوفوا معايا، غنجر غير القياس اللي خاصنا، يعني نتوما غير شويه، كنهبط الابره ديالي حتى كنسالي الورقه ديالي على حقها وطريقها. دائما انا حاجه واحده اخرى كنصحكم بها، هي الحرير يكون مبرم على 2 شعرات، كيعطينا واحد اللمعان زوين لهذا المنظر ديال الباطي ديالنا. ان شاء الله دابا ندير واحد لا فيديو خاص غير بالطريقه ديال البريم، وحتى النوع ديال الحرير اللي غنستعملوه في الطرز الرباطي، شكون اللي احسن، واش ديال الماكينه، واش ديال الصبر العاديه اللي كنعرفوا، واش الصوفه، واش بزاف د الحويجات. ان شاء الله غادي نحاول انني ندير لكم فيديو خاص غير بهذا الشيء هذا. شوفوا البنات، غادي نعاود عاوتاني غادي نجمع هاد الطريفات هادو ديال الثوب وغنثبتهم بواحد الابره. علاش؟ لان كتجيني خدمه ساهله بهذه الطريقه هذه، دغيا كنسربي، وفي نفس الوقت انا ما كنديرونجش فاش كنت نخدم، ما كنديرونجش بزاف. هانتوما غادي نعاود البنات نفس الخدمه، رجعت الابره للمنتصف تقريبا ديال الورقه، شفتوا معايا، وكنبدا الخدمه ديالي. شوفوا هنايا البنات، هنايا هانتوما الحرير تشنتف ليا. دائما فاش كيتشنتف الحرير البنات حاولوا ترجعوا الابره حتى لهذا المكان هذا، ونسرحوا الحرير ديالنا غير بشويه ونعطيوها الخاطر، باش ما يكونش داك الكلاكي على الحرير ديالنا. بالتالي فيه غادي يكون هذيك التشنتيفه، وهذاك الشيء غادي يكون في زعما في الوجه ديال الوريضه. وانا ما خص الوريضه ديالي دائما نحاول انني داك اللمعه ديال الطرز الرباطي نحافظ عليها. كما غنقول لكم واحد حاجه واحده اخرى، هي ان الحرير ما نبرموهش بزاف، يعني حتى يكون دوك اللويات ديالو باينين، ونخليوه شويه بين وبين صافي. المهم دابا هاد النصائح هادو غادي نحاول نشرحهم لكم دقيقين بواحد الطريقه دقيقه، باش تقدروا الناس اللي بغاو يتعلموا والناس اللي باغيين مثلا يخدموا شي حاجه او هذا، على الاقل يكونوا عارفين شحال من حاجه. هذا هو اللي كاين. انا حاولت نسرع عليكم لا فيديو باش ما يجيكمش طويل. هي تبعت نفس الطريقه، شوفوا معايا تبعت نفس الطريقه، ودائما نحاولوا. شوفوا حيت هنايا وريتكم واحد ساعه ما بانتش مزيان حيت زربت الفيديو ما بانتش. شوفوا واحد الحاجه، مثلا فاش درت داك الغريزه ديالي اللي فيها في الاخر ديالها ديك العقده الفرنسيه، دخلت ليا لداخل، يعني دخلت صافي، دخلت تحت الثوب. عاودت عوضتها، يعني مشيت لذاك المكان اللي صافي غبرات ليا ديك العقده الفرنسيه، ودرت فيها واحد العقيده فرنسيه خفيفه، دوره واحده كنديرو باش كتجي متشابهه اختها، كانني الخواتات الاخرين اللي في الورقه، باش كتجي زعما ما كاينش عندنا ديفو، يعني بحال تقولوا غطيناه. كنتمنى ان شاء الله تكون الفكره وصلتكم. هذا هو اللي كاين. كنتبعوا الطراساج اللي درنا في ديال الورقه، كنتبعوا الطراساج مزيان باش كتجي لي الورقه ديالي محبوكه على حقها وطريقه. انا ان شاء الله غادي نكمل هذه الورقه وهذه الورقه باش نربحوا الوقت. هنايا كملت صافي. بقات لي واحد التفصيله صغيره غادي نحاول نقولها لكم. هنايا غادي نحاول ندير العقيده الفرنسيه، واحد 4 د العقيدات فرنسيين او 5، غير باش بحال تقولوا غنديروا داك هذا القلب ديال الوريضه، غادي نحاولوا نعمرهم بالعقيده الفرنسيه كيف كتشوفوا. هذه هي. شوفوا غادي نرجع الابره لهذه الجهه هذه اللي صريه، وكان ندور الابره على الحرير، وكان نرجع في نفس المكان اللي خرج منه الخيط او لا الحرير. دائما كنسى كنقول لكم الخيط، ولكن خصني نقول لكم الحرير شي بس ما كان. شوفوا كنحاول انني نعمر هذا القلب ديال هذه الوريضه هذه، كنحاول نعمره بالعقده الفرنسيه على هذا الشكل هذا.
ديروا، ممكن ديروا لون مغاير، ممكن ديروا اللون في اللون، ممكن نعمروا هذا القلب ديال هذه الوريده بالعقيق مثلا. بزاف د الافكار كاينين. ممكن نديروا مثلا واحد البريده، بريد على شكل هكا حلزوني كيجي الوسط، هو كيعطي منظر زوين. بزاف د الحوايج الصراحه خصنا زعما الا بغينا ندخلهم على هذه الورقه هذه او على هذه الوريده غادي تجيو زويونين ان شاء الله. انا حاولت انني نقول لكم زعما الطريقه باش خدمتها في ديك الجلابه اللي شفتوا معايا. انا درت لكم التطبيق البنات غير في واحد في نفس الطريف ديال اللي بقى لي من الجلابه، باش تعرفوا لان كنت مزروبه على ديك الجلابه خصني نعطيها لمولاتها. يعني ما بقاليش الوقت انني نصور لكم هذه الورده، قلت شي بس ما كان نصور لكم في الطريف ديالته، راه نفس الفكره ونفس الرشمه ونفس كل شيء. صافي البنات هنايا اكتفيت بهذا القدر هذا. هي الصراحه مع التصوير ما بانتش مزيان، ولكني مباشره كتبان ديك الوريقات بربعه بهم كيبانوا، وفي القلب ديالهم كاينه واحد الفويطات كيكونوا زويونين. كنتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم الفكره. هي شوفوا البنات هي نفس الرشمه رشمتها هنايا، هذا هو اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله تكون عاجبكم هذه الوريده هذه، والناس اللي بغاو يستافدوا يقدروا نعطيهم واحد الافاده زوينه. وان شاء الله ممكن ندخلوا اي حاجه، ممكن ندخلوا شي عريش هنايا، ممكن يعني الا بغينا مثلا نغيروا الرشمه او شي حاجه، ممكن نبتوا بالعقيق كما قلت لكم. المهم بزاف الافكار عطا الله ما يدار. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوريده هذه وتستافدوا منها. ما يبقى لي غير نقول لكم نخلي لكم ان شاء الله الراحه حتى الفيديو القادم ان شاء الله. ودائما غادي نحاول انني ما نغبرش عليكم على القناه. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء.